الأولانيين كانوا رؤساء الأديرة، أنت سربمون وأنت متاوس وده الرائع. وأبونا في التاوس ده مترهبن قبل مني، يعني العفو يا سيدي. أقدم مني في الرهبان. عفو إيه؟ العفو يا سيدي. دي حقيقة. الوحيد في الدير اللي قبل مني هو مبروك. لا يا سيدي. ده عشر زمان يا سيدنا، عشرة العمر. عارف عشرة ده عشرة العمر 50 سنة. 55 سنة. 55 يا سيدي. 55 بالنسبة لك أنت أقدم مني. لكن من أول ما عرفتك 50 سنة. ربنا يكون معك. افتح علينا بقى يا سيدي، أنا خطاياي كتيرة عشان ربنا يغفر لي خطاياي، ده أنا عايزها. بس ما تزودهمش. حللني بقى. الله يحلك. كفاية الخطايا القديمة. ربنا يعين على الباقي يا سيدي، ربنا يعين على الباقي، يعين على الباقي. ربنا يعينك، بس أنت تشترك. أحاول طبعا خطاياي إن شاء الله. شركة الروح القدس. أيوه. الروح القدس تعمل فيه. أيوه. وأنت تشترك معاه. أحاول طبعا خطاياي يا سيدي، فعلا يا سيدي. أبقى أترك عارف كده عارف، وأنا بمتأوس عارف. محدش كويس يا سيدي إن شاء الله، محدش كويس يا سيدي إن شاء الله. لا تروح شرق ولا غرب. لا فين ده احنا غلابة المحفوظ بقى. دي السكة الأخيرة دي من نصليها يا سيدنا عايزين. إذا عوزت حاجة من الهكرية ابعت واحد. ما تروحش أنت. لا البركة بنفسك. البركة بنفسك يا سيدنا. سيدنا عارف كل حاجة يا سيدنا، عارف الأمور، كشفت له كل حاجة، كشفت الأمر والتاس كل حاجة. كشفت له المستقبل يعني. صدقني قلت له كل حاجة يا سيدنا، وعارف كل حاجة، وعارف أموري كلها. بركتنا يا سيدنا، بركتنا في الدير يعني. طيب. وعارف كل حاجة يا سيدنا، الأمور الخاصة والعامة عارفها كلها. أكتر واحد في الدير كان يتكلم عن سير القديسين. ما زال له أسلوب شيق في حكايته. قلت كلمة ممتازة، مين كان سمعها؟ أنا اوعى قدام سيدنا. عايز على حاجة بقول خطايا المستقبل. قال كلمة للإخوة بالمناسبة تيجي يعني. قال لهم كلمة كويسة. هي كلمة جبارة يا سيدنا. ربنا يكون معك. أنا فرحان إن أنت تبقى أول راهب في الدير غير رؤساء الأديرة يلبس هذا الفستان. يا شرف عظيم. ده الباقي الأستاذ فرحان يا سيدي. تدخل لنا بقى يا سيدنا. الله أنا معلش على اللي رايح ولا على اللي جاي؟ عشان أمضي كويس في المدرسة. يوم الحد انزل يوم الحد انزل انزل في الكنيسه الساعه 3 يعني اكون جاهز تحت. ما بنامش الحد، ليله الحد صاحي الصبح بقى جزائر اقول الصلاه بتاعه المزامير والمطاليات كانوا 500 مطاليه 500 هيكتبوها لك كله ده يوم ما ترحل لفوق يقول ده كان بيعمل كويس. زائد ايه بعد القداس 20 سنه بالضبط. سمع ابونا سيدنا بعد القداس اخذ يا اما طماطمايه حته طماطمايه في الصيام حته جبنه في الفطار وخبزه في جيبي ومعايا بنزمزيه 9 كوبايات واطلع فارغ 20 سنه. انا عند المغاره هناك كان اختطام الديابه كانت ساكنه المغاره
عملت قنبله مولوتوف، اصابت في الجيش، اعرف ازاي ركب الرقابه، وعملت 3 كيلو سبرتو مع عصايه طويله احترقتها، عمل دخان شديد، شم الدخان ما كنتش ابدا. ابونا لوجا فين؟ ها؟ ابونا لوجا موجود يا حبيبي. فين؟ بقى اقول لك حاجه ايوه بس ده اسرار. طب ما عارف عتيق. وانت قلت هقول لا طب بيني وبينك يزعل يزعل؟ لا، اسرار الاباء السواح في ذاتهم هم ما يحبوش ابدا حد يجيب سيرتهم. ليه؟ هم اعتذروا العالم واعتذروا الكنيسه واعتذروا كل حاجه وبارك، وما زالوا هم في وحدانيتهم. لا تعالى لما الحر يقوم عليهم ياخدوا وضعهم حته اسمها عجيبه، الساحل الشمالي يصيفوا هناك يعني عجيبه. ده في الثلاث شهور بتاع زيت الصيف هناك في ايه؟ في حته صخره جوه البحر، بالك عاملين مسبح هناك وعاملين له حاجه يصلوا كل حاجه ويقيموا في مغاره منحوته في الصخر نفسه داخل الميه. في صور كتيره. عددهم دي كتير؟ عشان ايه؟ عشان الناس عشان اللي بيعوموا دول ما يجوش ناحيتهم. عددهم كبير؟ عددهم كام؟ ما اعرفش. ما يعرفش الراجل. واحيانا البابا كرساس يروح لهم هناك، يروح لهم فين؟ اسكره الريحان، يكتبوا هناك ويصلوا من اجل الكنيسه. البابا كرساس يروح لهم فين؟ في المكان بتاعهم، في المقر، في جبل بنوك، يزورهم. وعاملين واحد ده ربيت عليهم دلوقتي ينهز عمره 130 سنه. يا اقول عليه اسمه. اسمه ايه ده بقى؟ اسمه ابا بطرس. طب اشمعنى؟ عجوز جدا ويا دوبك ماشي كهنه على الاخر. لما يجي يصلي الملائكه الروحانيين تبقوا ساندينه والا يقع. من أي دير يا سيدي؟ ده ابونا بطرس. منين دير؟ منين؟ لا ما قالوش على دير. تعالى في حاجه مهمه. ايه هي؟ كان فيه طفل صغير بتاع 12 سنه. مين قال لي الكلام ده؟ ابونا غابس بالتنيح قال لي الكلام. جاله طفل صغير واخد بالك؟ فابونا غابس راح بيروح لمين؟ في جرجه، كان ابوه تاجر. قال لي احنا عايزين ابنك هيخدم معانا في جبل بنوك. قال له تعالوا اسالوه. الواد قال لهم ايه؟ بس عشرت اجي الاربع والجمعه والحد في كنيسه جرجه. قالوا ماشي. بعد فتره طويله قال لابوه وامه قال سيبوني اقعد مع الاباء القديسين. خدوه من هناك، خدوه له عملوا له رسامه بتاعت ايه؟ رسامه السائح. اول حاجه ابونا غابس كان حكى لي كان ايه؟ وكلوه من بالليل لليل لقمه قد ودن الفار وشويه جرجير هي وشدوا على بطنه بالمنطقه اللي بيسموه الاسكيم. الاسكيم في سنه 12 سنه. عمل زي مين؟ زي القديس العظيم الانبا مين؟ الانبا شتوله اسمه متوحدين. كان لابس الاسكيم سنه 9 سنين. قعد الانبا القديس خلوا اسمه بيجول وديرنا كان فيها راهب. طب الواد ده اسمه ايه؟ الواد بتاع جرجة ده عايش. عايز؟ لو قلت له هيزعل مني. خلينا مغطيه احسن. طيب هذا الاب او القديس خد بالك خلوه مكرز مين؟ لخدمه مين؟ الشيخ له 130 سنه. يشيلوا قعدوا على البتاع يروح يجيب له شويه خضار من القنايه اللي فين؟ اللي عند في قنايه جنب المدينه اللي اسمها ايه؟ دمنهور. في اوني هناك يجيب شويه حاجه يغسلها ويحطها له ياكلها. لكن ما ياكلش حاجه غير الحشيش بس. الحشيش من ايه؟ من السبت للسبت. ياكل له حزمه وخلاص على كده. ده مين؟ ده ابونا بطرس. عايش لغايه دلوقتي. ابا بطرس ولا ابونا بطرس؟ ابونا بطرس كان ما زال امس. بس هم رسموا امين انبا توفيرس اسقف دير السريان. مش هو، لا واحد غيره اخطيت، مش هو انبا توفيرس. ده واحد من الاباء الروحانيين الكبار جدا، هو اللي رسمه درجه اسقف. هو رسمه امس عندهم في جبل بنوك. وبس يطلع احيانا يروح تروح يروح هناك لما البرد يسألوا لابسين ايه؟ دي عليا ابويا عباره عن المهم بيصلوا لنا ولا لا؟ حته فروه بتاعت ماعز شدينها لوسطهم. بص بيصلوا لنا ولا لا؟ مين قال الكلام ده؟ لازم يصلوا لنا. على حد شافهم. لا يلا هات بقى بوسه. حد عارف هيشوفك تاني ولا لا؟ دي هتطلع سايح. خليك معايا.
يا عم احنا من السكه العاليه قوي دي. قول انت سايح اكيد. خليك معانا. يلا. يا ابوي ده مخه مليان مش عاوز ينسى. بقيت في السبعة ووجهك من أول. المهم زي الفل. لا تصورها صوت أنت عارف الحياة هي نعمة ربنا هي سنداك. محبة ربنا المسيح هي مؤثرات. الروح القدس هو حلل في داخلك يخويك ويساعدك ويبارك فيك وينفعنا بصلاتك. يخليك إلى الأبد. شو كلام؟ كلام حلو. كلام العقل هيطلع خلاص عشان يطلع محل. العقل هيطلع عشان يطلع حد. العقل يا جماعه اعملوا حساب العقل عشان تحدد وتصيبه. لا العفو. استنى صلاتك ابونا. بقول له اعمل حساب العقل هيطلع. لا العفو. عشان تحدد وماشي. انت بركتنا هنا في الدير يا ابونا.